هاي جايز، هاي فرشات اند ويلكم باك تو ماي channel. النهارده اصور لكم روتين يومي في الاجازه، بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك، تشتركوا في القناه، تفعلوا زر الجرس، ويلا بينا نبدا الفيديو. مبدئيا كده وقبل ما نبدا الفيديو، النهارده يوم الثلاث 21/7 عشان تبقوا عارفين التواريخ وكده. فيلا بينا نبدا الفيديو. ودلوقتي الساعه 7:51 بالظبط، يعني يعتبر 8:10. هل انتم ملاحظين ان شعري يعني بقى لامع وصحي ومترطب وبصوا مفروض ازاي؟ والله انا مش عامله طاقيه اصلا، ولا عملت اي حاجه تفرد الشعر، ولا بحراره ولا من غير حراره. انا ما عملتش حاجه، غير في شويه تريكات عملتهم. لو عايزين تعرفوا اكتبوا لي تحت في الكومنتات وهنزلهم لكم شورت. يعني عايزه بجد اوريكم شعري، لانه والله انا ما عملتش حاجه غير تريكايه عرفتها كده، فعايزه اقولها لكم في فيديو كده عشان نتكلم بالتفصيل واقول لكم على حاجات يعني فاهميني. فانا دلوقتي شعري اهو، هو مش باين اصلا في الكاميرا والله العظيم، يعني شعري مترطب اكتر بكتير في الحقيقه ولامع. يعني عايزه اوريكم اللمعه، بس انا قاعده في مكان يعني الاضاءه مش باينه فيه خالص، فتلاقوا الكواليتي مش حلوه. هروح اصور في مكان يبقى فيه اضاءه وهرجع لكم تاني واوريكم شعري اهو يا جماعه. آه بصوا، اعتقد دلوقتي باين لكم اللمعه. بصوا، والمصحف فيه لمعه خطيره. عملت تركايه كده بجد تحفه وفرقت في شعري جدا، والله العظيم هعملها لكم ان شاء الله في شورت لو حابين. اهو بصوا اللمعه باينه. لاحظت ان شعري ابتدى يرجع بنسبة 90% لطبيعته، و... وانه بدأ يبقى مترطب والكلام ده كله. طبعا انتوا هتسألوني هتقولولي ايه يا دارين النشاط ده، انتي صاحية بدري كده ليه وكمان في الاجازة؟ guess what، انا مطبقة. بعدين صليت الفجر عشان ما كنتش صليتها، وانا بحاول ان انا طول ما انا صاحيه والفجر اذن وانا صاحيه ان انا اصلي الفجر اول ما ياذن وما اخرهوش. بس في اليوم ده انا قعدت اتفرج على فيديو ورا فيديو ورا فيديو ونسيت ان انا اصلي، فصليت الفجر الصبح. وبعدين بقى قلت استغل الاجواء دي، فقريت قران، قريت صفحه من القران وقعدت اقرا قدام البلكونه. قلت بقى استغل الاجواء دي ان انا قاعده قدام البلكونه والجو هادي وحلو، وكمان صاحيه بدري ان انا اقرا كتاب. انا وريته لكم الاول بعدين قريت فيه. اسمه معجزه القران، هو حلو قوي 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 طبعا من غير ما اجربه، بس هو كان حلو يعني. حرفيا قلت ان انا كل يوم هقرا صفحه واحده بس ما حسيتش بنفسي وقريت اكتر من صفحه واحده، اكتر من 3 صفح في اليوم ده. بعدين طلعت بصيت في البلكونه شويه ورتبت السرير. رتبت السرير ده الاول، بعدين رتبت السرير التاني وعملت السراحة كمان. وهنا بقى كنت بوريكم خلاص، بقى بعد ما خلصت بوريكم الأوضة بعد ما اتنضفت وخلاص كده. بعدين رحت اغسل المشاط، ويا جماعه المشاط بتتغسل كل اسبوع. انا الاول ببل المشاط، بعدين بحط عليها مسحوق وبجيب فرشه مش بنستخدمها وببتدي ادعك بس كده، وبعدين بنشفهم ده بس كده. وهنا كنت بوريكم ان المشط بجد نضيف جدا بالمسحوق، المسحوق بينضف كويس جدا. وبعدين جبت الشيبسي ده وكنت بوريكم ان الشيبسيه بجد كبيره جدا. وهنا كنت بقول لكم ان الناتس دي يا جماعه طعمها زي اللي هو اللي بالبيتزا. بعدين عملت فطرت بيض، وبعدين دخلت نمت شوية وصحيت. كان الظهر والعصر والمغرب أذنوا فصليت. وبعدين الغدا كان برجر النهاردة. فعملت البرجر ومعرفتش اصور لكم بجد لان انا كنت محتاسة وكنت خايفة لا يتحرقوا، فعشان كده مصورتلكوش. بس المهم ان احنا عملنا الغدا كان برجر. بعدين صليت العشاء، وبعدين دخلنا بقى نعمل الدولاب. ماما كانت بتعمل معايا الدولاب، قعدنا نطبق بقى ونطلع اللبس ونطبقه كده. وبعدين انا منتظمه على فيتامين فاخدته وعملت فته باللبن وبالسكر، بعد طعمها بجد تحفه تحفه تحفه. انا نسيت اصور لكم اصلا من اول ما اكلتها. وبعدين عملنا بخور. ودلوقتي هقول لكم ازاي تعملوا سكراب حلو جدا في البيت. هو مبدئيا السكراب اللي انا عملته معاكم في الفيديو ده، انا عملته مكون من سكر وملح وشويه ميه، وهو اصلا المفروض تحطوا خل، بس انا ما كانش عندي خل فحطيت ميه.
المهم بقى انا سألت شات جي بي تي على السكراب ده، قال لي ان المفروض الملح يتحط منه رشة صغيرة، وكمان هو بيجرح الجسم، وقال لي ان الخل ده مركز قوي فهيجرح الجسم وكده، فبطلت السكراب ده. فممكن تحطوا اللي هو طفل الشاي، انا جربتها قبل كده، تحطوا طفل الشاي عليه سكر وشوية مية، ما تحطوش خل خالص ولا تحطوا ملح، بس لو عايزين تحطوا ملح قال لي حطوا رشة بس. تمام. فده لو عايزين تعملوا سكراب، انما السكراب اللي عملته معاكم في الفيديو ده ما تعملوهوش كتير، يعني ممكن تعملوه مرة في الشهر او ما تعملوهوش خالص، لان هو بجد ممكن يجرح لكم جسمكم. بعدين رحت احضر لبسي عشان اخد شاور. اول حاجه حضرت البيجامه اللي انا هلبسها، وحضرت الحاجات اللي هستخدمها بعد الشاور، وده كده بقى الشكل. وهنا بقى كنت لسه طالعه من الشاور، فقلت اوريكم البيجامه وانا لابساها. وكده اكون شاركتكم روتين يومي في الاجازه، وبس كده، باي باي.